واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكورة في مصر مش عاوزة تنضف. الكورة في مصر مش عاوزة تنضف. حسام حسن بدأ الموسم بمجاملات، وبدأ الموسم بكارثة ان هو بقى بيسمع كلام الاهلي. هو بيسمع كلام الاهلي من اول ما دخل، لانه حسام حسن داخل وعارف كويس قوي حدوده فين. حسام حسن بيعمل شغل اللي هو الشغل القديم بتاع الناس، انت عايز تاكل عيش لازم تلعب فلان وفلان وفلان. فما بالك بقى بابن شوبير. ابن شوبير امبارح للاسف كان ابوه بيتحكم في الامر، وبيتصل بحسام حسن وبيطلب منه يلعب عشان ابنه يكون موجود في التصنيف اللي اتعمل عشان افضل حارس في افريقيا. افضل حارس في افريقيا بقول لك لان هو شارك في كذا مباراه في افريقيا ولازم ياخد احسن حارس، واحنا عندنا الاتحاد الافريقي مظبطينه. فحسام بس حط لي مصطفى في الماتش ده عشان يا حبيبي ان هو يكسب، وبنجامل بعض، وهي دي الكوره في مصر. ده السيناريو والروايه اللي اتقالت امبارح، واللي انا مصدقها مليون في الميه. انا مصدق الروايه دي يا جماعه مليون في الميه. حسام حسن امبارح في اول اختبار لهنا بوريده، هو خلاص الموضوع بقى مكشوف. الاهلي دخل قائمه هنا وبريده ونجحت بالتزكيه وبالامر المباشر. قائمه هنا وبريده نجحت امبارح وقدرت ان هي تاخد مقر اتحاد كره القدم. فانت دلوقتي خلاص عندك مقرين، مقر اداره الاهلي في الجزيره ومقر اداره الاهلي في اتحاد الكوره. فشوبير بيعمل كل اللي هو عاوزه، وشوبير بيعمل اللي هو عاوزه من خلال الرجاله اللي مزروعين اصلا في اتحاد الكوره غير هنا وبريده. يعني هنا وبريده خلاص هو كشف لك الامر، قال لك احنا شغالين دلوقتي وبنعمل اللي احنا عاوزينه. فالكابتن احمد شوبير قدر بكل الاساليب ان هو يتحكم في اتحاد الكوره ويلعب ابنه اللي هو اصلا حارس ثالث، يلعبه اساسي على احسن حارس في افريقيا اللي لسه مكسبك كاس السوبر اللي هو محمد عواد. محمد عواد اللي كسبك كاس السوبر، واللي كان قادر ان هو يكسبك كاس السوبر المصري، لعب عليه مصطفى شوبير عشان ابوه بابا احمد شوبير، عشان بابا احمد شوبير وانكل محمود الخطيب، وعقده في النادي الاهلي زاد، وشوبير شغل بنته كمان في النادي الاهلي، فبقت مردخانه يعني. فانت دلوقتي خلي بالك عشان تبقوا عارفين الامور ماشيه ازاي في اتحاد الكوره المصري. هنا وريده هيعمل كل اللي الاهلي عاوزه، وهفكرك خلال المباريات اللي جايه ومن اولها مباراه المصري، شوف الحالات التحكيميه اللي هتحصل في الماتش ده ايه، والفضيحه التحكيميه اللي هتحصل ايه، فعشان تبقى الامور واضحه للناس. الماتش الجاي هتبقى فيه فضيحه تحكيميه، الماتش اللي بعده هتبقى فيه فضيحه تحكيميه. الاهلي استلم مقر اتحاد الكوره رسمي. الاهلي استلم مقر اتحاد الكوره رسمي. ازيدك من الشعر بيت. البجاحه وصلت عند احمد شوبير ان هو بيقول ان في ايقاف لجوميز خلال الايام اللي جايه، وانا براهن على كده. التعليمات جايه ان انا اوقعك، خلي بالك عشان الكلام ده مهم جدا. خلي بالك عشان الكلام ده مهم جدا. التعليمات جايه عشان يوقعك، التعليمات جايه وبامر مباشر لازم جوميز يتوقف. ليه يا باشا؟ عمل واحد كده بس حكم من 5 6 شهور 7 شهور 8 شهور. فجمال علام قال له، وانا بقول لكم كلام انا مسؤول عنه، شوبير اللي بيتكلم طبعا، قال له ان انا محتاج اشوف العقوبات دي، فانت اتفضل انت استلم وانا مش هقدر اخد عقوبات، اتفضل انت استلم. فشوبير امبارح اعلن عبر برنامجه ان في عقوبات على المدير الفني للزمالك جوميز. ماشي. فانت دلوقتي اتعلن في قناه الاهلي ان في عقوبات على جوميز. طب مجلس الاداره بتاعنا هيتصرف ازاي؟ مجلس اداره نادي الزمالك هيتصرف ازاي؟ اتمنى اشوف رده الفعل لو تم تنفيذ اي عقوبه على المدير الفني نادي الزمالك. وانا بقول لك هيعملوها، عندهم من الفجر والعهر ان هم يعملوا كده. هيعملوها وهيقدروا ان هم يعملوا كده، وبكره افكرك وخليك فاكر الكلام ده. طيب وبعدين احنا هنفضل واقفين متكتفين وبنتفرج على الناس دي وهم بيذبحونا؟ وخلي بالك هيشتغلوا عليك الفتره اللي جايه. خلاص الامر امبارح شوبير اعلنه في قناه النادي الاهلي ان انا هشتغل على الزمالك. وانا بقول لكم اهو يا جمهور النادي الاهلي، طبعا في قناه فئويه، ان جوميز هيتوقف واتحاسب على الكلام ده. هو قال لك انا هتحاسب على الكلام ده، قال لك هتحاسب على الكلام ده. فخلي بالك عشان تبقى انت فاهم الامور رايحه فين بالظبط، وخلي بالك الامور بتدور من حواليك ازاي. شله الغردقه بتحكم دلوقتي. هنا بوريده اللي كان بيطلع مع الاهلي ماتشات افريقيا ويقعد تحت الفندق ويدعي ويقول للكابتن الخطيب خلي بالك، ولازم تبقى فاهم احنا كلنا معاك. دلوقتي بقى هو رئيس اتحاد الكوره بامر مباشر من الخطيب وشله الغردقه.
بامر مباشر من الخطيب وشله الغردقه، فانت لازم تبقى عارف انت واقف فين وبتتعامل مع مين ومين الناس دي. لازم تبقى واقف عارف واقف فين وبتتعامل مع مين ومين الناس دي. ده شوبير، ده هنا بريده، ده الخطيب، ده حسن مصطفى، ده حسن حمدي، ده فرج عامر، شله الغردقه لو تفتكروا اللي كانوا بيرقصوا والزمالك كان بيتدمر وبيتعين له لجان والزمالك كان مديون والزمالك فرقته بتتفرتك قدام عينيه. فخلي بالك انت دلوقتي شله الغردقه رجعت تاني وعلى اقذر. ماشي، شله الغردقه رجعت تاني وعلى اقذر. ابو ريده زي ما الراجل كاتب اللي كان بيأخر غرامه كهرباء، وبمناسبه الكهرباء النهارده دفع الفلوس كامله، واعتقد ده طبعا على عهده القاهره 24. تمام، دفع الفلوس كامله واعتقد كده الموضوع بتاعه اتقفل. ودي كانت دجاجه اللي بتبيض للزمالك ذهب. تمام، لانك انت حبيبي عشان تبقى عبره لغيرك انت مستقبلك انتهى، انت ما بقاش معاك حاجه، انت بعت اللي وراك واللي قدامك. بس هنرجع تاني لحته هاني ابو ريده. شوبير يا جماعه دلوقتي هو اللي بيحرك الامور، هو والخطيب طبعا، شوبير مش بشخصه. ولدرجه ان هو بقى بيلاعب ابنه على حساب ناس تانية. لما طلع امبارح احمد سمير وقال لك احنا بندرس ان احنا ما نبعتش لعبتنا تاني للمنتخب. تعالى كلم، ماشي، تعالى كلم اي حد من جمهور الزمالك ما بقاش بيتابع مباريات المنتخب. انا عن نفسي مباريات المنتخب بالنسبه لي ما بقتش بالحماس يعني اللي انت شايفه ده. تمام، لان المنتخب عندي لازم يبقى على بعد خطوات ثابته من الجميع. ان انا احس ان انا في عدل في اتحاد الكوره اللي بيمثل البلد، لازم احس بالعدل ده. مفيش العدل ده، ومش من دلوقتي، ده من زمان قوي. فدلوقتي بقت واضحه، وقلعوا برقع الحياه زي ما بيقولوا. البرقع بتاع الحياه خلاص قلعوه. انا يا باشا مصلحه الاهلي والنادي الاهلي، والنادي الاهلي في مصر اهم من المنتخب. هفضل اقول كده كل مره، الاهلي في مصر اهم من المنتخب. فانا دلوقتي بس عايز اتفرج بقى، وده اختبار لمجلس الاداره. هل يا جماعه هنفضل ساكتين؟ هل احنا هنفضل ساكتين؟ ده علامه استفهام كده. وده اول سؤال بقى مع اتحاد الكوره ده اول سؤال. لو في بقى خلافات وفي ناس مش طايقه ناس وفي ناس مش عارف ايه، لا، ده اتحاد كوره بيحارب الزمالك. وجمهور الزمالك لازم يفهم كده ان هنا بريده بالشله بتاعته بيحاربوا الزمالك. واللي امبارح اعلن احمد شوبير في القناه وقناه النادي الفئويه اللي هنا قناه فئويه ان في عقوبات على الزمالك وهيعاقبوا مروان حمدي. الخطيب عايز كده، الخطيب عايز ده. شتمنا. طب ما كابتن خطيب اللي بتاع الشتيمه اللي بتقول انت طلعت بيان على لعيب عندك عشان تصور مع لعيب، ما انت جبت لعيب شاتم الاهلي وشاتم امهات الاهلي وشاتم رموز الاهلي وشاتمك انت شخصيا وشاتم صالح سليم وشاتم حسن حمدي وشاتم الكابتن شوبير اللي عندك في القناه ده. فانت لو بالمقياس ده بقى يبقى انت خلاص بتتشتموا يا جماعه عادي. على فكره بتتشتموا عادي جدا. فمروان حمدي اللي انت عايز تعاقبه وعايز بيراميدز انت بتتشتم عادي جدا. ده انت يا راجل الشيبي اللي عمل لك كده وفضل يقول لجمهورك وتشتموا فيه وتقولوا اللعيب بتفاوضوه عشان ينضم للنادي الاهلي. فسلمنا على المبادئ الله يرحمها. فمبادئ الله يرحمها. فانت دلوقتي عشان بس نبقى عارفين الامور ماشيه ازاي يا جماعه. الزمالك هيتعرض الفتره اللي جايه، ماشي، الفتره اللي جايه الزمالك هيتعرض لاغتيال في المباريات. وبكره هفكركم انا باللي هيحصل. تمام، هيوقف لك المدير الفني بتاعك. كل ما هو يطيب للكابتن الخطيب هيعملوه له الكابتن هنا ابو ريده. وده الاتفاق الدرندلي وابو العينين. خلاص اتحاد الكره تسلم للاهلي. مجلس اداره الزمالك لو مش عارف ان هو بيتعامل مع مين وفضل بقى بالهدوء ده وظبط النفس ومش عارف ايه والصمت لغه العظماء، لا، الكلام ده مش هيمشي خالص. الكلام ده مش هيمشي خالص. انتوا تكونوا فاهمين الكلام ده. الصمت لغه العظماء. عمر الصمت ما كان لغه العظماء. وعمر ما كان ضبط النفس على حساب مصلحه النادي. لا، وتاني وتالت ورابع وخامس وعاشر ومليون. مرتضى منصور اكتر واحد اذى الزمالك في تاريخ الزمالك، لكن مش كل اللي كان بيعمله غلط. في ملفات كان بيشتغل فيها صح. ان انا على الاقل اقول للناس دول انتوا افسد ناس في القاره كلها، بلاش خلينا نقول في العالم، افسد ناس في القاره كلها. فلو سمحتوا يا جماعه، لو سمحتوا، لازم نبقى عارفين احنا بنعمل ايه، ولازم نبقى فاهمين الامور في الزمالك بتمشي ازاي. احنا مش مجرد نادي عادي، احنا نادي بيحاك ضدنا مؤامرات. ايه نظريه المؤامره دي؟ يا حبيبي، نظريه المؤامره لما يتصل بالمدير الفني لمنتخب مصر ويقول له ازيك يا كابتن حسام، ده مصطفى ده جايزه احسن حارس في افريقيا ولازم ياخد ماتش دولي، ده ابنك يا كابتن. ده هم في بعض يا كابتن. ده شله يا كابتن. كابتن حسين، كابتن احمد سليمان، كابتن هشام نصر. امبارح احمد سليمان بيقول للسيد عبد الحفيظ
احنا كان ممكن الناس انا بندرس ان احنا نسحب لاعبتنا من منتخب مصر ما يروحوش. فالتاني بقول له لا، هو انت ده قرار مجلس اداره، هو انت اللي بتقول؟ عايز يعمل وقيعه ما بين عضو مجلس اداره ومجلس الاداره. فالتاني رد عليه قال له لا طبعا، بعد ما ارجع للمدير الفني وبعد ما ارجع لمجلس الاداره هقدر ان انا نقدر ناخد قرار زي ده. لكن انت عندك عمر جابر ما بيروحش، ولعيبتك لما بتروح بتتصاب، وخسرنا محمد شحاته وخسرنا دونجا، ومفيش لعيب عندنا بيروح غير لما يتصاب. انا استفدت ايه من المنتخب وما باخدش حقي في المنظومه دي كلها؟ انا ما باخدش حق. محمد عواد يقعد دكه لشوبير العيل اللي امبارح دخل الجول قبل الكرة؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ انا مش فاهم والله، انتوا بتحسبوها ازاي وعايزين تحسبوها ازاي وعايزين تودونا فين؟ انا مش فاهم. طيب نخش على حاجه تانية بقى، وما كنتش حابب اتكلم فيها، بس انا يعني ايه يعني على السريع كده هتكلم. كان في فيديو لمرتضى منصور امبارح، كان مش عارف فرح مين، كان بيروح افراح كتير هو الايام دي، تمام؟ فقال لك ايه بقى؟ قال لك رساله لاشرف صبحي: انا يوم 31 ديسمبر دي اخر فرصه لمجلس الزمالك، لو ما شلتش الناس دي، انا هاخد اعضاء الجمعيه العموميه وجمهور الزمالك معايا واعضاء الجمعيه العموميه معايا، وهدخل النادي ومش هطلع. خلي بالك، ده تهديد من مرتضى منصور بدخول نادي الزمالك. جايب الثقه دي من فين؟ انا مش عارف. يعني هو جايب الثقه دي من فين؟ انا مش فاهم. انت يا فندم جايب الثقه دي من فين؟ ومين قال لك ان انت تقدر تخش نادي الزمالك؟ وهل هي سايبه؟ لازم يبقى في رد من نادي الزمالك على الكلام ده. ان شاء الله تقدم بلاغات، تعمل اللي انت عايز تعمله، لان مرتضى منصور دلوقتي مش بيتحدى الزمالك بس، ده بيتحدى دوله. تدخل نادي الزمالك ازاي؟ حضرتك هتخش نادي الزمالك ازاي وباي صفه؟ باي صفه؟ انت راجل لغايه دلوقتي الناس بيصلحوا اللي انت عملته. انت عايز ترجع تاني لنادي الزمالك يعني واللي انت عملته تعيده تاني وتدخلنا تاني في الحوار ده؟ هو احنا مش ورانا غير مرتضى منصور والتصريحات ديت يا جماعه؟ هو ما فيش حد بيحاسب على التصريحات دي؟ يعني هو مفيش حد بيحاسب على التصريحات دي؟ واحد بيقول لك انا هاخد رجالتي وعندي جمعيه العموميه وعندي جمهور الزمالك معايا وهدخل نادي الزمالك يوم 31. انا التصريح ده لازم نقف عنده، ومش عايز اتكلم فيه كتير، لكن ده تصريح كارثي. ده دعوه للشغب والتخريب. خلي بالك، دي دعوه للشغب من وجهه نظر انا، دي دعوه للشغب والتخريب. فالزمالك مش عارف، انتوا اللي سكتوا. لو انت عندك حاجه بتدين مرتضى منصور، تمام، لان هو امبارح مسك المندوب الحسيني وحسام المندوب الحسيني وقال له انت كنت جاي لي في قضيه مش عارف ايه، وقال كلام ما يصحش ان هو يتقال على عضو مجلس اداره نادي الزمالك. فيا جماعه انتوا ايه سر السكوت؟ يعني ايه سر السكوت لما امبارح واحد عضو مجلس اداره لنادي الزمالك اسمه حسام المندوب يتهم ان هو كان بيروح مع ابوه عشان عنده قضيه رشوه وهو مش عارف ايه والكلام ده؟ طب انت ساكت ليه؟ حضرتك ساكت ليه؟ وايه السبب؟ وايه سبب سكوتك ان انت ساكت وما بتتكلمش في الموضوع ده؟ بالنسبه لي مرتضى منصور واللي قاله امبارح ده علامه استفهام، ولازم مش بس مجلس اداره الزمالك لا يعني يعني مش عارف. يعني مثلا هسالك مثلا حضرتك يا سياده المستشار، فين فلوس عمر خضر؟ طب فين فلوس امام عاشور ال 3.5 مليون دولار؟ هم دول دخلوا حساب النادي؟ لان ايام حساب النادي كان محجوز عليه. طب ال 3.5 مليون دولار دول اتصرفوا فين؟ يعني 3.5 مليون دولار دول اتصرفوا فين يا جماعه؟ طب ما نسيب الناس تشتغل. طب ما تيجوا نتكاتف ونبقى ايد واحده. يعني تعالى يا باشا، يا سيد الناس، يا سياده المستشار، تعالى نتكاتف ونبقى ايد واحده ونساعد بعض. الناحيه التانيه كلهم متكاتفين ضدك وكلهم بيلعبوا ضدك. يعني انت حضرتك ليك نفس تتكلم بعد ما الولا طلع وابوه طلع ووكيله طلع ومدربه طلع عمر خضر وقال لك انا اجبرت ان انا اروح زد؟ ده مدربه يا راجل طلع وقال انا عيطت على عمر خضر. قال لك انا عيطت على عمر خضر ان هو موهبه زي دي ازاي يسيب الزمالك؟ موهبه زي دي ازاي يسيب الزمالك؟ انا مش عارف انتوا ماشيينها ازاي، او انتوا ما بتتعاملوش ليه مع مرتضى منصور؟ ليه ما بتتعاملوش مع اتحاد الكوره اللي طول النهار يضرب فيك؟ طيب انا مش فاهم. انا مش فاهم مجلس اداره نادي الزمالك بصراحه بامانه. يعني انا اسف ان انا بقول لحضرتك الكلام ده، مش هينفع السكوت ده. سكوتكم مش هينفع. لازم نطلع نرد على الناس دي، شوبير وابو ريده وشله الغردقه والخطيب، واتحاد كوره تسلم بالكامل للاهلي. اتحاد كوره تسلم بالكامل للاهلي. يا جماعه عندك اتحاد كوره تسلم بالكامل للاهلي وانت ساكت ما بتتكلمش. كان في اول امبارح حفل رجال الاعمال وتجمع رجال اعمال هايل، واحنا جبنا الناس وطلع الكابتن شيكابالا وقال كلمتين وزيزو وقال كلمتين. ماشي يا كباتن، بس لازم ترد على الناس دي.
حتى قناه النادي اللي بيقولوا يعني اللي ممكن ترد، وقناه بتمثل الزمالك مش عارفه ترد ومش عارف ليه. يعني قناه النادي مش عارفه ترد، جايب لي مينا ماهر وجايب لي مش يا جماعه الناس دي مش هتقدر تواجه الاهلي. يعني انت جايب الناحيه الثانيه شوبير اللي بيضرب فيك، والناحيه الثانيه جايب له مراسل كان شغال في قناه الاهلي وهو ده اللي بيقدم برنامج القناه الرئيسي. انتوا بتتكلموا جد؟ وطول النهار ضرب في الناس ضرب في الناس ضرب في الناس. طب فين برامجك؟ طب فين رجالتك؟ هو الزمالك ما عندوش كوادر تقدر تتكلم وترد على الناس دي؟ عنده طبعا. لا البجاحه يا راجل، ان السيد عبد الحفيظ امبارح الدكتور سيد، انا مش عارف الدكتور في ايه، طلع قال لك ايه بقى؟ قال لك ان احنا كان ليه تصريح قبل كده بيقول لك ان الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال لما كانوا هم بيلعبوا في الكونفدراليه. فامبارح بقول لك ان دوري الابطال قد الكونفدراليه 10 مرات. 10 مرات. ده من ضمن التصريحات اللي لازم يا جماعه يترد على الناس دي. يا جماعه لازم يترد على الناس دي، لازم قناتك ترد على الناس دي. لو ما كانش كده اقفلوا القناه. يا جماعه لو ما كانش كده اقفلوا القناه، القناه تتقفل. يعني انت لو مش هترد على الناس دي والقناه ملهاش لازمه تقفلها. اقفل القناه خلاص، خلص الموضوع على كده. اقفل القناه. انا مش مقتنع ببرامج القناه ولا مقتنع باللي بيحصل في القناه، وحرام الفلوس اللي بتنصرف في القناه دي كلها. انا مش قادر ارد على الاهلي. انا مش قادر ارد على الاهلي. انا مش قادر ارد على الاهلي ولا اعلام الاهلي ولا قادر اعمل حاجه. طب انا فاتح القناه دي ليه؟ انا فاتح القناه ليه وبدي مرتبات ليه وبصرف في السنه 70 80 مليون جنيه بتاعي؟ انا بستفيد بيهم ايه؟ طب ما اخدهم الفلوس دي زي ما هي كده واحطها في السوشيال ميديا واشتغل وخلاص. السوشيال ميديا هي الرسميه لقناه النادي يعني. فانا مش فاهم ولا عارف الامور ماشيه ازاي، ولا احنا بنتصرف ازاي، ولا الزمالك بيعمل ايه. بامانه يعني بامانه الزمالك ماشي في طريق غلط. والسكوت ده يعني انا مش عاجبني السكوت ده. اتحاد الكوره تسلم للاهلي وانا ساكت، بيتاخد ضدنا عقوبات وانا ساكت، لعيبتنا بتروح المنتخب ما بتلعبش وانا ساكت، تمام، اللجان بتتكون في اتحاد الكوره وانا ساكت، بيتعمل عليها مؤامرات على الهواء مباشره، ويطلع مذيع له فضايح جنسيه قبل كده يطلع يعلن ان انت يا فندم هيتوقف مدربك خلال الفتره اللي جايه، وانا متاكد من الكلام اللي انا بقوله مليون في الميه وانتوا ساكتين. طيب بعدين ناس محترمه وناس، بس يا جماعه الاحترام ما بينفعش مع الناس دي. وانا قلت لك ما تروحش تبلطج عليهم، بس اطلع لازم عشان ترد. اطلع عشان ترد. اطلع عشان ترد. قناتك ترد، اعلامك يرد، كل الاطر اللي تقدر تشتغل بيها عشان ترد رد. لكن احنا ساكتين. طيب رابطه الانديه كمان، الانتخابات اللي جايه بتاعت رابطه الانديه هنسلمها للاهلي؟ احنا هنسلمنا اتحاد الكره للاهلي. طيب احنا عملنا ايه عشان هندخل رجالتنا؟ اتحاد السله دخلنا طارق السعيد ومش عارف الاتحاد السباحه، اوكي، بس انا عايز كره القدم. انا في كره القدم مفيش عندي حاجه. طب فين ما كانش في اتصالات ليه مع هنا وريده؟ واحنا عارفين ان هنا وريده اللي جاي، وانت هتاخد مين من الزمالك؟ هم؟ حد عنده رد الكلام ده يا جماعه؟ يعني حد عنده رد الكلام ده؟ انا يعني بصراحه عندي احباط من عدم يعني الناس، عدم رد الناس، وان مفيش حد بيرد على الناس دي، وساكتين، وهنفضل ساكتين. وطول ما احنا ساكتين هنضرب. يعني طول ما انا ساكت هنضرب على قفايا. اسمع اللي انا بقول لك عليه ده. طول ما انت ساكت هتنضرب على قفاك. محدش هيجيب لك حقك غير دراعك. طبعا ما بقولكش خناقه عشان بس الناس بتروح واخده الكلام وقطع ولزق وعمل الكلام ده وبتعمل الكلام ده كله. اتحاد كره اليد، خالد فتحي دخل الاتحاد بدراعه. بدراعه، ما حدش دعمه. طب وبعدين انا هفضل ساكت؟ انا بقى انا بصراحه قناه نادي الزمالك يعني عامله لي احباط. اقسم بالله كميه غضب من داخلي كده من جوه، من الناس اللي شغالين في القناه. لا، وبناخد نفسنا، والمذيع ده يروح جايب البوست ده ومنزله هنا حاجات صعبه مش عايز اتكلم فيها عشان الناس ما تزعلش. تمام. انا برضه يعني عنوان اللايف النهارده هو عنوان الفيديو هو الامتى السكوت. السكوت لامتى؟ شله الغداء بتتحكم في الكوره في مصر وانا ساكت، وهفضل ساكت، وهنضرب على قفايا وهفضل ساكت، والحكام هيعملوا معايا الموبقات الماتش اللي جاي وبرضه هفضل ساكت. هفضل ساكت، ما فيش حد هيتكلم. لازم نعمل كوادر، والكوادر بتاعتك هتتحارب. اتحاد الكره فيه كوادر للاهلي، الاتحاد الافريقي فيه كوادر للاهلي، والناس شغاله. الناس شغاله وبتعمل كل اللي هي عاوزاه، وانت قاعد نايم ساكت. ساكت. وهنفضل ساكتين يا رجاله. طيب اخر حاجه عايز اتكلم فيها، كان طلعت علينا لجان جمال
وكانت بتهاجم حازم امام وبتقول على حازم امام المزور اللي راح زور، وماسكين الموضوع ده وفضلوا يكذبوا على الناس ويدلسوا لغايه النهارده لما طلع محمد ناجي جده وبرأ حازم امام وقال له انا استشهدت بحازم امام عشان حازم امام ده متربي وعارف ربنا وعشان كده شهد شهاده الحق. فالنهارده محمد ناجي جده رد على لجان جمال بالستوري اللي هو نزلها دي. اتمنى من كل اللجان اللي شغاله عشان تحطم من الناس في الزمالك، يا جماعه لازم تبص على بيتك الاول. فانت لو بيتك ده من ازاز فانت ما تحدفش الناس بالطوب. انت لو بيتك ده من ازاز ما تحدفش الناس بالطوب. تمام. فعشان بس تبقى كان في مهاجم اسمه ايمن اشرف، اعتقد ايمن اشرف، لا مش ايمن اشرف، حد يكتبوا لي يا جماعه. انا في مهاجم هو كان الولد اللي كان بيلعب في ناشئين الاهلي ده، اللي كان ضياء السيد هيتحبس في الموضوع ده. كان ضياء السيد هيتحبس في الموضوع الواد ده، ورغما عن ذلك الولا زوروا عقد الولا. تمام. وراح الزمالك وبعدها كان قضيه كبيره. لكن احنا عشان برضه ما عندناش قله الادب ولا عندنا اللجان اللي بتعمل كده فما حدش بيتكلم في الموضوع ده. فلما تيجي تتكلم على حازم محمد يحيى الحريه امام لازم تعرف تتكلم انت يعني بتتكلم على مين؟ بتتكلم على الاحترام. شريف اشرف، شريف اشرف فعلا، شريف اشرف ده لما جه الزمالك كان متزور عقده في الاهلي وزوروا قمضته والولد جه الزمالك. بعدها ضياء السيد ده كان رايح في 60 داهيه برضه. ماشي. كان رايح في 60 داهيه والحمد لله خرج منها عشان احنا ناس طيبين. تمام. فحازم امام لا، راح شاهد شهاده حق. تمام. راح شاهد شهاده حق وربنا شاهد على اللي حصل. لغايه لما جه النهارده محمد ناجي جده وبرأ حازم وقال للناس كلها ان لجان جمال اللي شغاله على حازم الفتره اللي فاتت تزوير تزوير تزوير. يا رب بس تكون يعني ايه الامور عندكم هديت شويه. تمام. وفي الاخر اخر الفيديو، يا جماعه الخير، يا ابناء الزمالك، يا مجلس اداره نادي الزمالك، هل هنفضل ساكتين على المهازل اللي بتحصل في اتحاد الكوره والاداره الحمراء اللي بتتحكم في كل شيء؟ السكوت هيضيعكم ويضيعنا. اللهم بلغ، اللهم فشل. السلام عليكم.